نشرة أخبار الظهيرة تأتيكم من الفضيلة بي أينما كنتم أيها السادة والسيدات، نحييكم ونستهل هذه النشرة كالمعتاد بأبرز العناوين. ارتفاع نسب الاستفادة من بذور القمح المحسنة بمندفرة. دعوة في عصب لترسيخ القيم في المرافق الخدمية. ارتفاع نسب المشاركة في التعليم بشأن. أجواء متوترة وتصريحات لاذعة خلال زيارة بومبيو للصين. النداء الأخير لإنقاذ العالم من كارثة مناخية. وحكومة مقدونيا تتبنى مشروع قانون لتنقير اسم البلاد. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن مركز حلحلة للأبحاث الزراعية أنه ضاعف من إنتاج بذور القمح المحسنة ب17 أضعاف لتمكين مزارعي مديرية مندفرة من الاستفادة من هذه البذور عالية الإنتاج المسماة بأتيلا. وقال كبير باحثي تحسين البذور في المركز السيد نقوس أبرهة في تصريح بمناسبة يوم المزارع في 4 من أكتوبر أن الهدف هو رفع الإنتاج والإنتاجية، موضحا بأن بذور قمح أتيلا المحسنة التي وزعت ل13 مزارعا في المديرية العام الماضي بلغ إنتاجها 74 كنتالا من الهكتار الواحد. وقد تشجع المزارعون بهذا الإنتاج، وقام 221 مزارعا بتنمية مساحة 54 هكتارا حاليا. وقد بلغت المزارع وضعا جيدا لقذارة الأمطار هذا العام، مشيرا إلى نشر البذور المحسنة لجميع المناطق العام القادم. وأوضح مسؤول وزارة الزراعة في مديرية مندفر السيد برخت تخلص اللاسي أن النتائج الجيدة للمزارعين كانت نتيجة تطبيق الإرشادات المهنية الزراعية. وأحاب مدير مديرية مندفر السيد هزكياس وهبد أحاب المزارعين لمواصلة الجهد حتى الحصاد وجمع المحصول. وتتميز بذور أتيلا المحسنة عالية الإنتاج بتحمل الجفاف والأمراض الزراعية. دعم مدير مدينة عصب السيد تسفايزر المرافق الخدمية لترسيخ القيم السمحة بتوجيه الشباب والدفع بالسياحة. وأوضح لدى لقاء أصحاب المرافق الخدمية بوجوب ترسيخ القيم الوطنية والتوجيهية للشباب إلى جانب تقديم الخدمات الجيدة. وأشار إلى تقديم إدارته الإرشادات والمعلومات الداعمة لجودة الخدمات. وطالب المشاركون لاتخاذ الإجراءات ضد المرافق التي تعمل خارج الإطار المسموح به، وتقوية جمعية أصحاب المرافق الخدمية. قال مسؤول المدارس في مديرية شعب الأستاذ موسى آدم أن المشاركة في التعليم أظهرت نتائج جيدة. وأوضح في الاجتماع الذي عقده بمناسبة بدء العام الدراسي عن حدوث تأخير لبدء الدراسة في بعض المناطق بسبب حياة الترحال الرعوية، مشيرا إلى أن حياة الترحال من العوامل الرئيسية المؤثرة سلبا على التعليم، ويتوجب على المجتمع عامة وأولياء الأمور خاصة العمل للحد من المشكلة. وذكر مسؤول الخدمات الاجتماعية في المديرية سيد جابر محمد نور أن حملات التعبئة أسهمت لتحسين البداية التعليمية مقارنة مع الأعوام السابقة، ويتطلب مواصلة الجهد للوصول إلى الغاية المرجوة. وتوجد في مديرية شعب 13 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. قال مسؤول وزارة الصحة في إقليم القاش بركة الدكتور حيلوم كدانة بأن ضمان نظافة البيئة العامل الأساسي لمكافحة الأمراض المعدية والملاريا خاصة. وأوضح في السمينار الذي عقده لسكان مدينة بارونتو أن أنشطة فاعلة ظلت تنفذ لدفن برك توالد البعوض ورش المبيدات الحشرية وتوسيع نشر الناموسيات للمكافحة والسيطرة على الملاريا، داعيا لمواصلة الجهد بالمشاركة الشعبية القوية. من جانبه أوصى مسؤول متابعة الأمراض المعدية في الإقليم السيد برهانة نابوتو أوصى المواطنين لتطبيق التوجيهات الصحية. وطالب المجتمعون لمواصلة المحاضرات الإرشادية لأهميتها للوقاية من الأمراض ومكافحتها. يقوم سكان مديرية أدوبح بإقليم شمال البحر الأحمر بأنشطة صيانة الطرق وبناء خزان مياه لضمان وفرة مياه الشرب. وطالب المشاركون في أعمال صيانة طريق أدوبح النقفة للحصول على دعم للآليات
لضمان مواصلة عمل الطريق. وأوضح مدير مديرية أدوبة السيد إدريس علي أن العمل الجاري بالمشاركة الشعبية الواسعة يشمل طريق دريت نقفة البالغ طوله 46 كيلومتر، وطريق دريت شمكول تبدول 120 كيلومتر، ومن قدحة إلى حسد بطول 45 كيلومتر. أيها السادة والسيدات، إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. تبادل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والصيني وانغ يي الانتقادات خلال زيارة قصيرة قام بها كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لبكين وسط تدهور للعلاقات بين البلدين. وتضمن اللقاء التحيات الدبلوماسية المعتادة والتأكيد على الحاجة للتعاون، لكن تصريحات الوزيرين للصحفيين في بداية اجتماعهما في دار ضيافة اتسمت بحدة غير معتادة. وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية أن وانغ حث الولايات المتحدة على وقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان ووقف الزيارات الرسمية لها وقطع العلاقات العسكرية معها. وتعتبر الصين تايوان التي تحظى بالحكم الذاتي إقليما منشقا عنها. وقال بومبيو الذي كان يطلع وانغ على مجريات زيارته لكوريا الشمالية ولقائه بالزعيم كيم جونغ أون بأنه توجد خلافات جوهرية بشأن بعض الملفات. أطلق علماء أكبر تحذير من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة على الأرض، يصفونه بأنه النداء الأخير لإنقاذ العالم. وجاء في تقرير العلماء عن ضرورة إبقاء ارتفاع درجات الحرارة دون مستوى 1.5 درجة مئوية، وأن أن العالم يتجه نحو ارتفاع لدرجات الحرارة يصل 3 درجات مئوية، ويتطلب إبقاء ارتفاع درجات الحرارة في مستوى 1.5 درجة مئوية فوق ما كانت عليه في العصر ما قبل الصناعي، تقريرا سريعا وغير مسبوق في جميع الجوانب الاجتماعية في العالم. وبعد 3 سنوات من البحث وأسبوع من النقاش والجدل بين العلماء والمسؤولين الحكوميين في اجتماع بكوريا الجنوبية، أصدرت اللجنة المشرفة عن تأثير الاحتباس الحراري إذا ارتفعت درجات الحرارة على الأرض إلى 1.5 درجة مئوية. تبنت حكومة مقدونيا مشروع قانون لتغيير اسم البلد إلى الاسم الذي اتفقت عليه مع اليونان، ورفعت المشروع إلى البرلمان لإقراره، لكن ليس من المؤكد بعد إذا ما كان البرلمان سيقر هذا المشروع. وقال رئيس الوزراء زوران زائف أنه سيدعو لانتخابات مبكرة إذا لم يصادق البرلمان على هذا المشروع. وتصر اليونان على أن اسم مقدونيا ينطوي على مزايم إقليمية في منطقة تحمل نفس الاسم بشمال اليونان. ويقضي الاتفاق بين مقدونيا واليونان عن أن تتبنى سكوبيا رسميا اسم جمهورية مقدونيا الشمالية بدلا من اسم مقدونيا الذي يعود للجمهورية اليوغوسلافية السابقة، وهو ما قد يفتح الطريق أمام هذا البلد للانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي وبدء عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي. فاز الأمريكيان ويليام نوردهاوس وبول رومر مناصفة بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2018 نظرا لجهودهما الرائدة في تبني نظرية اقتصادية تهدف إلى إعطاء المزيد من الاهتمام لقضايا البيئة والتقدم التكنولوجي. وفي تكريم سلط الضوء على الجدل العالمي حول المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي، قالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم أن العمل الذي قام به الفائزان ساهم في الإجابة عن تساؤلات أساسية حول كيفية تطوير نمو مستدام طويل الأجل وتعزيز رفاهية الإنسان. وجاءت الجائزة بمثابة مفاجأة لرومر من كلية سيترن للأعمال بجامعة نيويورك، مشيرا إلى مدى تحكم قوى الاقتصاد في إرادة الشركات لإنتاج أفكار جديدة وابتكارات، مرسيا قواعد نموذج جديدة للتطوير يعرف بنظرية النمو الذاتي. أما نوردهاوس من جامعة ييل فكان أول من وضع نموذجا كميا لوصف التفاعل بين الاقتصاد والمناخ. وبدأ منح جائزة نوبل في الاقتصاد البالغة قيمتها $1,000,000 في عام 1968، وهي ليست من الجوائز الخمسة الأصلية التي نصت عليها وصية رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في العام 1895.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.